مساء الجمال والكريستال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ بيني وبينك كده الفترة اللي فاتت كان عندنا عجز في الكوميديانات في مصر، لحد من سنة تقريبا طلع لنا كوميديان فشيخ اسمه مصطفى غريب. طلع مصطفى بيدينا امل ان الدنيا لسه فيها خير، ولسه هنضحك قدام. مخزون الضحك في مصر ما خلصش الحمد لله. فتعالى اقول لك ليه مصطفى غريب هو اهم كوميديان موجود في مصر الفترة دي. تعالى نبدأ القصة من الاول. ان اصلا مصطفى بيمثل من زمان، وكان بيعمل مسرحيات طبع اصول الثقافة ومسرح المعهد. هتقول لي مش المفروض مسرح الجامعة؟ هقول لك لا، لانه درس في معهد مسرح. لو جينا ل 2019 اللي انا بعتبرها البدايه الفعليه لمصطفى غريب، فمصطفى بياخد دور كبير نسبيا في مسلسل سوبر ميرو مع ايمي سمير غانم، والمسلسل ده كان اخراج وليد الحلفاوي. وافتكر وليد عشان هنرجع له تاني قدام عشان هو مهم في القصه دي. والمهم ان المسلسل بتاع سوبر ميرو ده ما كانش الانجح في 2019 خالص يعني، بالرغم ان مصطفى كان لطيف جدا فيه، بس ما استسلطش عليه الضوء. بعدها بسنتين في 2021 مصطفى بيشارك في مسلسل موسى مع محمد رمضان، وبرضه ده ما كانش من انجح مسلسلات محمد رمضان اطلاقا. وكمان مصطفى دوره ما كانش كبير، بالعكس هم كام حلقه كده في الاول وكان عامل دور اخو محمد رمضان. فما اقدرش اقول ان مسلسل موسى ده خطوه كبيره لمصطفى، او خطوه عرفت الناس عليه وان هو كوميديان بجد شاطر. 2022 كانت من اهم السنين اللي عدت على مصطفى غريب في كاريره، واللي حاطط اسم مصطفى كده على الطريق، فاهم؟ مصطفى شارك في مسلسل الكبير الجزء السادس، وكانت عودة للكبير بعد 7 سنين من الغياب. نجاح المسلسل ده ما كانش طبيعي حرفيا، المسلسل كسر الدنيا لأن الناس وحشها الكبير، وحشها المسلسل اللي اتربوا عليه وأخيرا هيشوفوه في الزمن بتاعنا ده بالتطور اللي حصل فيه. والأدوار الجديدة زي نفادي ومربوحة والعترة كلهم نجحوا، وبالرغم من نجاح مصطفى غريب وحاتم صلاح في أدوارهم، إلا إن أكتر حد نجح كانت مربوحة. أنا مشكلتي مع دور العترة إن هو كان محجم مصطفى، لان هو طفل في جسم راجل كبير كده شخص، فاكيد الافات اللي هتيجي في دماغ شاب 20 داخل على الثلاثينات مش هي اللي هتيجي في دماغ عيل صغير عنده 8 سنين. ففي فرق في الكوميديا اللي بيقدمها مصطفى دلوقتي، وبصراحه هو اجتهد في الدور، انا ما اقدرش انكر كده، وعمل ان هو عيل صغير بجد عجبني جدا. في نفس الموسم الرمضاني بتاع 2022 مصطفى عمل دور بودي في مسلسل رجعين ياهو. طب والله العظيم عمل الدور ده حلو وكان مستفز جدا، وما كنتش بطيء وانا بتفرج على المسلسل. وبرضه في نفس السنه شارك في فيلم اسمه المطاريد مع احمد حاتم. الفيلم ده لو كان اهتم اكتر بجزء الكوره من قصه الحب ما بين احمد حاتم وطارق عماد كان بقى فيلم احلى بكتير. بس هو فيلم لذيذ يعني. وبالنسبه لي مصطفى غريب وطه دسوقي هم كانوا اعلى من في الفيلم بصراحه، وكانوا عاملين دور كويس جدا. 2023 بصراحه ما كانتش احسن سنه لمصطفى، لانه بينزل له عملين وللاسف عملين وحشين. اولهم الكبير الجزء السابع، الجزء ده كان صعب يا جماعه، انا كملت الجزء ده بالعافيه بجد. دي كانت من وقعات الكبير اللي مش طبيعيه يعني. وانا افتكر ان مربوحه اللي طلعه سبع سما في الجزء السادس نزلوا بيها سبع ارض، وكانوا عمالين ينتقدوا فيها بشكل مش طبيعي. وعمل فيلم كحيان كده اسمه شوجر دادي، وكان حاجه يعني صعبه صعبه. انا ما كملتوش، انا تقريبا شفت نص ساعه وعرفت انا بعمل عبط يعني فطلعت. 2024 هي السنه الاهم في كارير مصطفى بالنسبه لي، لانه بيشارك في بطوله مسلسل اشغال شقه. اوف يا جدعان، المسلسل ده بالنسبه لي شهاده ميلاد كوميديان فاهم رتم الكوميديا وفاهم امتى يقول الافيه وازاي يقوله. وده برضو من شغل المخرج خالد دياب اللي طلع من مصطفى حاجه مختلفه، وتحس ان مصطفى اصلا قعد اكتشف نفسه في المسلسل ده. بس عمل معاه الكبير 8 اللي كان بالنسبه لي اسوأ ممثل كبير، انا شفت تقريبا نصه وما كملتوش. وفي نفس السنه اللي هي 2024 بيعمل دور يعتبر ضيف شرف في فيلم اكس مراتي، بس الدور كان حلو والله وعلم معايا. السنه دي بقى مصطفى اون فاير بصراحه، واول عمل نزل له هو اشغال شقه جدا، الجزء الثاني من اشغال شقه. مصطفى بيلمع اكتر في الجزء ده، مساحه دوره بتكبر ويلعلع كده اكتر، ويبقى عنده مساحه كبيره ان هو يقول افيهات. حرفيا كان في حلقات في اشغال شقه جدا انا بعيط من كتر الضحك بسبب مصطفى غريب لوحده، والحلقات اللي مصطفى ما كانش موجود فيها بالنسبه لي هي اقل حلقات المسلسل، وكانت حلقات مش احلى حاجه يعني. وفي الصيف شارك في فيلمين مهمين وهما درويش والشاطر. تعالى نبدا بدرويش عشان انا شفته بصراحه وما شفتش الشاطر. كنت خايف فكره ان هو في زمن قديم تحجم مصطفى، ان الافيهات اللي بيقولها في 2025 ما ينفعش يقولها في 43، بس بالعكس مصطفى كان اكتر حد بيضحك في الفيلم. والنص التاني لما بدأ دوره يكبر هو ده احلى نص في الفيلم بالنسبه لي. الفيلم كان من اخراج وليد الحلفاوي، فاكر لما قلت لك استنانا نرجع له؟ اينا رجعنا له. وليد من المخرجين اللي بيحبوا يشتغلوا مع مصطفى قوي، لان في اول اعمال وليد جابه في سوبر ميرو، بعد كده في 2023 جابه في فيلم وش في وش ضيف شرف، وبصراحه عمل مشاهدين حلوين قوي. والسنه دي جابه في درويش في دور كبير في بروجكت مهم مصروف عليه ومش عارف ايه، وطلع من مصطفى شغل كويس جدا، ومصطفى كان بالنسبه لي مع حد في الفيلم. تعالى نرجع بس للشاطر. انا بصراحه ما شفتش الشاطر، بس كل اللي دخلوا بيقولوا ان مصطفى اعلى ما في الفيلم. ومن اهم الاراء اللي جات لي هو راي ادم صديقي. ادم قال لي ان من غير مصطفى الفيلم يقع جدا، لان الفيلم فيه اربع خمس بلوت تويستات كده مهروسين، ودي نفس المشكله اللي في درويش عامه. وان مصطفى غريب كان شايل الفيلم ومعلي من ابيه قراره جدا وفاتح له مساحات كمان. من الاخر مصطفى طول ما معاه مخرج شاطر يعرف يوجهه ويطلع اللي عنده،
او حتى مخرج نص نص بس الورق حلو وفيه افيهات وفيه مساحه ان هو يرتجل ويطلع حاجات من عنده، هتشوف كوميديان مش طبيعي بيضحكك من اول مشهد لاخر مشهد. اللي انا اعرفه من اعمال مصطفى الجايه هم عملين، اولهم فيلم برشامه مع هشام ماجد. انا متحمس لفيلم برشامه ده جدا لانه مع هشام ماجد وخالد دياب، فدي تجميعة اشغال شقه يعني، وانا بحب التجميعه دي. والفيلم معاهم كاست كويس زي ريهام عبد الغفور وحاتم صلاح وباسم سمره، فانا متفائل جدا بالفيلم ده. والفيلم التاني هو فيلم شمس الزناتي 2، وعامل دور جهيدي اللي عمله ابراهيم نصر الله يرحمه. انا بصراحه مش قلقان من مصطفى، انا قلقان من الفيلم كله ان هو يبوظ حلاوه الفيلم الاول والفيلم الايقوني شمس الزناتي. بس عندي بعض من التفاؤل ان محمد امام مش هيبوظ حاجه ابوه، يعني الواد محترم، وان عمرو سلامه يفوق كده بدل برستيج. انا ما اتكلمش عن برستيج في كريم مصطفى يعني، عشان برستيج ده مسلسل وحش جدا يعني، ومصطفى فيه ما كانش احسن حاجه. بس انا خلصت اللي عندي، لو انت عندك كلام تاني او لسه مكمل الحلقه لحد دلوقتي فانا بحبك عشان انت جدع، فكمل جدعنتك دي بالسبسكرايب واللايك والكومنت. وبس كده، سلام.